بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي. اليوم غادي نقدم لكم دجاج محمر بطريقة الأعراس، طريقة ناجحة 100%. غادي نحتاجو دجاجة ديال 2 كيلو، نغسلوها جيدا بالماء، نزيل الشحوم المتراكمة ما بين الجلدة واللحم وكذلك الموجودة في المخرج. نزيل المخرج، ولكن خصنا نخليو الثقب لاننا غادي ندخلو فيها الرجلين ملي نبغيو نطيبوها. ملي نغسلوها بالماء مزيان، نرقدوها في الحامض، نخليوها تقريبا نصف ساعه كافيه. من بعد نحيدوها من الحامض ونغسلوها، ثم نرقدوها في الحشوه التاليه. الحشوه ديالنا غادي نحتاجو عصير حزمه مخلطه من القزبر والمعدنوس، يعني غادي ناخذوا حزمه من القزبر والمعدنوس نطحنوها في شويه ديال الماء ونصفيوها، او تقدري ما تصفيهاش، انا شخصيا كنصفيها، زائد لب مصيره كامله. الا كانت مصير يعني الحامض المرقد، هذا الا كانت صغيره، اما الا كانت كبيره تقدري تقسميها على 2. ثم نضيفو نصف ملعقه صغيره ابزار، 2 معالق صغار سكنجبير، ما تنسيش ان الدجاج كيحتاج للسكنجبير، 2 معالق صغار خرقوم. انا شخصيا ما كنستعملش الملون الاصطناعي، كنستعمل فقط الخرقوم الطبيعي. ثم قبصه ديال الزعفران الحر، ممكن تستعملي غير 5 ديال الزغبات الا كان فعلا حر لانه كيكون مجهد. 3 الى 5 اضراس ثوم، يعني على حسب القد ديالها، الا كانت صغيره 5 الاضراس، متوسطه 4، الا كانت كبيره 3. السمن غادي تستعملي ملعقه كبيره. ثم المروزيه ديال الدجاج اللي كتكون من قعقله والبسيبيسه وحتى النويوره يمكن لك تضيفيها. هاد المروزيه هادي ديري منها ملعقه صغيره مملوءه، كذلك راس ملعقه قرفه، راس صغير من القرفه، وزائد 2 عويدات ديال القرفه. بالنسبه للملح انتبهي، لان المصير او الحامض المرقد كيكون مالح، السمن كذلك كيكون مالح، يعني غتضيفي غير شويه ويمكن لك تذوقي من بعد باش تعرفي القياس اللي بغيتي. نخلطوا هاد العناصر جيدا بيدينا، ثم نضيفوا ليه ملعقه زيت بلديه، ومن بعد نرقدوا الدجاجه ديالنا، ندخلوا الحشوه في البطن ديال الدجاجه وكذلك ما بين الجلد واللحم. نخليو الدجاجه ديالنا ترقد مزيان، ونوجدوا الطنجره ديالنا. الطنجره نوضعوا فيها 2 بصلات مشلضين، يعني مقطعين مربعات صغيره، ونضيفوا ليهم الحشوه اللي شاط لينا من طرقه الدجاجه. يعني هي اكيد غادي تشاط ليك، وإلا ما شاطش بحالتي الا ما شاطش ليك يمكن لك تزيدي شويه شويه من كل حاجه. نشحروا البصله شويه، ملي تبان لينا البصله طاحت، يعني اللون ديالها بدا كيدبال، نديروا الدجاجه ديالنا، عفوا غادي نشحروا البصله ديالنا في نصف كأس صغير من الزيت، مخلطه ما بين الروميه والبلديه، البلديه يعني زيت الزيتون. ملي تشحر البصله نوضعوا الدجاجه ديالنا تشحر واحد شويه هي كذلك، نقصوا عليها العافيه. وانتبهي ما تسديش الغطاء ديال الطنجره، هذا سر من اسرار طياب ديال الدجاج المحمر، لانك الا سديتي الغطاء غادي تطرطق ليك الجلده كلشي على الجلده، لاننا كنبغيو داك المنظر ملي نحمروها، يعني غادي تخسر ليك في المنظر. ما تسديش الغطاء، خليه منفس. ثم الدجاج ما كيبغيش تبقاي تحركيه بزاف، محركيه مرتين حتى 3 الخطرات بطريقه الدفع دائريا. اولا غادي توضعي الدجاجه على الصدر ديالها، لان الصدر كيبغي شويه الطياب. ثم ملي تبان لك الدجاجه تصهدات اولا تشحرات، ضيفي الماء، 2 كيسان ديال الماء كافيين، لان العافيه مهيله، ما تجهديش العافيه.
هذا كذلك سر من بين الاسرار كيخلي الدجاج فتي وطيب مزيان. ثم من بعد ما طيب لك الدجاجه على الصدر يمكن لك تقلبيها على الظهر، تكيسي عليها باش ما تخسرليكش. خلي الدجاج يطيب لمده 45 دقيقه على نار هادئه حتى يطيب. من بعد دخلي مغرف من البطن ديالو الى العنق وهزيه، وعاوني بمغرفه واحده اخرى باش يمكن لك تحيديه من الطنجره بلا ما يتهرس. دهني الدجاجه ديالنا بالسمن او الزبده او خليط من الزبده والهريسه. هاد الخليط ديال الزبده والهريسه كيخلي الدجاجه لذيذه بزاف، وراه ما غتجيش حاره، ما تخافيش. من بعد ما دهنيها بالسمن او الزبده والهريسه دخليها للفرن باش تحمر. ملي تحمر بالصحه والراحه غادي تحصلي على دجاجه لذيذه وفتيه ولاصوص ديالها خاطره. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك. السلام عليكم.